يعني قريب الدمع، لا يكاد الناس يسمع منه شيئا وهو في صلاته، وخاصة في موقف ان هو يصلي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ودي من مواقف العزة ومن مظاهر العزة عند ولي امر المسلمين. سيدنا ابو بكر الصديق زي ما قلنا كان فيه حدة، لكنه كان سريع الأوبة. سيدنا كما يروي الإمام أحمد في مسنده من أثر عمر ربيعة، من أثر ربيعة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان بيني وبين أبو بكر كلام. بينه وبين أبو بكر مشكلة، ليه؟ كانوا جيران في الأرض، فطلع زرع في المنطقة الحدية اللي بين أرض أبو بكر وأرض ربيعة الأسلمي، فاختلفنا، فاحتد علي أبو بكر. أبو بكر احتد على سيدنا ربيعة الأسلمي. يقول سيدنا ربيعة: فما كان لي أن أرفع صوتي على شيبة قريش، ما كانش ينفع أرفع صوتي على أكبر واحد في قريش، الشيبة بتاعتنا بتاعت قريش. فطأطأت في الأرض، فنظر إلي أبو بكر: عفوا ربيعة، عفوا ربيعة، أتسامحني؟ فصمت، فقال: والله لئن لم تسامحني لأشكونك إلى رسول الله. فقال ربيعة: فنظرت وما كنت أستطيع أن، يعني مش قادر، واضح أن أبو بكر قال له كلمة جامدة جدا. فأسرع أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ربيعة. هيشكو من إيه؟ يقول ربيعة: فجاءني قومي فقالوا: ما لأبي بكر يخطئ فيك ويفحش لك ويذهب يشكوك إلى رسول الله، ألا تذهب وتشكوه؟ فيقول ربيعة: لا والله ما كنت لأشكو أبا بكر، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمن الناس علي صحبة أبا بكر. فأسرعت وراء أبا بكر إلى رسول الله أسترضيه قبل أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته يجثو بين يدي رسول الله يبكي. أبو بكر بقى هو ده اللي بيخلي الناس تحب الإنسان الحاد الطبع اللي فيه عصبية شوية. فوجدت أبا بكر جاثيا بين يدي رسول الله يبكي. بيبكي ليه أبو بكر؟ يا رسول الله، أخطأت في ربيعة واستسمحه فلم يعفو ولم يغفر، فهلا تأمره أن يغفر لي ويعفو عني؟ الله أكبر. ده أبو بكر رايح يشكي ربيعة للنبي، مش علشان الأرض ولا علشان الزرع ولا عشان الكلام ده خالص، ده رايح يشكي ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم علشان إنه مش راضي يسامحه. فما أن دخلت إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي فيقول ربيعة: فقلت فبادرت النبي: يا رسول الله، والله إني أعفو وأرجو منه العفو، إني أعفو وأرجو منه العفو. ده اللي كان بيحبب الناس في سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو رمز عزة ورمز مجد للإسلام. سيدنا أبو بكر الصديق بعد أن انتهى المسلمون من بيعته في سقيفة بني ساعدة، وده كان يوم الاثنين، النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين 12 ربيع الأول من سنة 11 في الهجرة. تمت بيعة أبو بكر في سقيفة بني ساعدة يوم الاثنين اللي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الثلاث في صلاة الظهر ذهب أبو بكر إلى المسجد وأذن لصلاة الظهر، فقام عمر واجتمع الناس، وكل الناس بقى مجتمعة قاطبة ليروا إيه الحكاية وإيه القصة كاملة. فقام عمر فخطب الناس وقال: وقد اصطلحنا على أبي بكر خليفة لرسول الله، فقوموا فبايعوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام الناس يبايعون أبا بكر وأبو بكر جالس على المنبر، فأشار إليهم: أن مكانكم، اقعدوا. وجلس أبو بكر على منبر رسول الله يتلو أو يخطب في الناس خطبة العرش.
خطبة الولاية، خطبة الملك، خطبة الخلافة. ماذا قال أبو بكر؟ أيها الناس وليت عليكم ولست بخيركم. ادي أول واحدة. ما قالش أنا أحسن واحد فيكم، ما قالش لا حياة لكم إلا بي، ما قالش إن دولة الإسلام بأبي بكر، وأن أبو بكر هو دولة الإسلام، وأن أبو بكر فخر الإسلام لا، وليت عليكم ولست بخيركم. وليت عليكم ولست بخيركم. إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. انتم الحكام الرقباء، انتوا عين الرقابة عليا. لو احسنت راقبوني كويس قوي، لو احسنت اعينوني، لو اسأت قوموني. الصدق امانة والكذب خيانة. القوي الضعيف فيكم عندي قوي حتى اخذ الحق له، والقوي فيكم عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه. ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، وما شاعت الفاحشة في قوم إلا أصابهم الله بالبلاء. أعينوني، أطيعوني، ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لكم علي، قوموا إلى صلاتكم. أرى أن هذه الخطبة وهذا الكلام من أبي بكر هو رمز عز ومظهر عز ومظهر مجد هذا الجيل القادم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة النبي. يقول لهم أنا مش أحسن واحد فيكم، لا وليت عليكم ولست بخيركم، راقبوني كويس قوي وعينيكم عليا. إن أحسنت أعينوني، وإن أسأت قوموني. ما قال لهمش إن أحسنت فأنا أحسن واحد في الدنيا وأنا ما فيش عقل زي عقلي وأنا لا. إن أحسنت أنا محتاجكم أعينوني، وإن أسأت ما قالش أنا ما بغلطش، وإن أسأت فقوموني، كونوا معايا. الصدق أمانة بيني وبينكم، أنا صادق معكم وهذه أمانة، وأنتم صادقون معي وهذه أمانة عليكم. والكذب خيانة، لو كذبت عليكم فأنا خائن، وإن كذبتم علي فأنتم خونة. هذا دستور الدولة، دستور الخلافة. القوي الضعيف فيكم عندي قوي. ما حدش يظن نفسه ضعيف، ده الضعيف ده أقوى واحد فيكم لغاية ما جيب له الحق. ما هو الضعيف بيبقى ضعيف من إيه؟ غالب الضعف من حق ضاع، وغالب القوة من حق أخذ. الضعيف فيكم عندي قوي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. منهج العمل: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل. الجهاد من أول يوم يرفع أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه راية الجهاد. وما شاعت الفاحشة في قوم مكارم الأخلاق. خلوا بالكم، اوعوا تظنوا أن النبي مات والفاحشة. ما شاعت الفاحشة في قوم إلا أصابهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله. مقياسي عندكم طاعتي لله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عندكم، قوموا إلى صلاتكم. من الطرف التي تروى في هذا الموقف، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه من شدة تواضعه أنه كان يمر على العجائز يحلب لهم الشياه. وكانت هناك امرأة عجوز وعندها فتاة بنتها ما كانتش تعرف ان ابو بكر الصديق ده اسمه ابو بكر، كانت تسميه حالب الشياه. يا أماه جاء حالب الشياه. فيخاطبها ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه: كيف ترضين ان احلب لك برغوة ولا من غير رغوة؟ فقالت: فإن كانت عاوزة رغوة ينزل الإناء ويحلب بعيد جامد فيبقى فيه رغوة كبيرة. إن ما كانتش عاوزة رغوة